وليد راشد السعيدان تكلم مرات وكرات ونقدناه مرات وكرات، ويبدو أن هذا الرجل مخلص، ولكن ليس عنده علم ولا هدى من الله سبحانه وتعالى، وإن لبس مسوح العلماء. مخلص في بدعته، ويصرح بما لا يصرح به كثير من الوهابية، وبهذه الطريقة يريحنا كثيرا، لأن الوهابية حينما دخلت بلاد الشام ومصر وغيرها دخلت بالتقية وإخفاء أشياء كثيرة مما تقوله هذه الفرقة حتى تسوغ للناس الدخول، زعما منهم بأنهم ما دخلوا إلا من أجل إلزام الناس بالكتاب والسنة. الآن نستمع لبعض ما يقرر من بدعته تجاه قبر سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وأرجو الاستماع جيدا. ومن أجل تطبيق هذه القاعدة أبقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن بقاء القبر في المسجد قد يكون مفسدة، ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى، وهي اضطراب أحوال العالم الإسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم إذا علموا أن معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولقد كادت أن تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة، كادت أن تقوم قائمة الدول الإسلامية. فكيف إذا علم المسلمون في العالم أن الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لإخراجه من المسجد النبوي؟ لكان في ذلك من المفسدة ما الله به علم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه، لأنه محاط ب3 جدران ولا يستطيع أحد أن يسجد له ولا أن يركع له، وأيضا هو في أحضان الدولة التوحيد، فلا تسمح بإقامة أي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو أن دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي أو على المسجد النبوي، فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله في أحضان دولة التوحيد وعلى هذه الهيئة التي هو عليها، فإنه إن شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك. فهمتم هذا؟ وكذلك إبقاء القبة الخضراء وعدم هدمها أيضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا، هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، والله أعلم. ما قاله وليد رشيد السعيدان هو حلم كل وهابي في الأرض: إخراج الجسد الشريف وهدم القبة الخضراء. هذا الذي كنا نسمعه منهم جهارا نهارا، وكثير من الناس لا يصدق. الآن وهابي طيب قليل العلم عالي الصوت، وربما عنده إخلاص، على فكرة يظن نفسه من العلماء، وقد بينت أنا مرات كثيرة تخليطه في فهم المذاهب التي ينتقدها، يعني ينتقد المذاهب ولا يفقه قواعدهم ولا أصولهم. وهذا المسكين يظن نفسه يجدد أصول الفقه. لاحظ كيف يطبق القواعد. أبقى العلماء. من المقصود بعلماء؟ من المقصود بعلماء؟ الصحابة مثلا؟ الصحابة جعلوا القبر الشريف، المسجد امتد من هذه الجهة، ودخل القبر الشريف، ولم يجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حرجا ولا بأسا من ذلك. من العلماء؟ التابعون لهم بإحسان على نفس الطريقة. من يريد العلماء؟ الوهابية. الوهابية يصرحون بأن القبة الخضراء شوكة في حلوقهم، وهم يقولون هي شوكة في حلق كل مسلم. شيخنا الشيخ علي جمعة قال لي: سمعتها من واحد من هؤلاء فقلت له: بل هي شوكة في قلب كل منافق. الذي يؤذيه تلك الروحانيات التي تشير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منافق. الذي يؤذيه تعلق الناس بهذه القبة التي هي إشارة إلى النبي العظيم، هذا لا يكون مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أخرجه البخاري. المدينة متمثلة في المسجد النبوي،
والقبة الخضراء شعار لهذا. وكل مؤمن في الأرض، حتى وجدت بعض الناس يضع عمامة خضراء حبا بتلك القبة، يريد أن يدخل معاول الحفر. لاحظ قلة الأدب وقلة الديانة وقلة الحياء والوقاحة والفجاجة في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأكبر المحدث الأكبر الشيخ محي الدين الحسني رحمه الله، على ما حدثني عدد من علمائنا، الشيخ بدر الدين الحسني، بدر الدين الحسني رحمه الله هو شيخ مشايخنا، يعني أدركنا الناس الذين أخذوا منه. على ما روينا في حجه وزيارته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عند باب السلام حياء وخجلا وتعظيما لصاحب هذا المقام. هذا هو العالم المحدث الأصولي البارع المتقن الولي الصالح التقي النقي، لا يستطيع أن يقترب تعظيما لصاحب هذا المقام. الوهابي الغر يخشى أن يضطرب حال المسلمين إذا ما قام الوهابية بنبش القبر الشريف. من حاول نبش القبر قبل ذلك؟ قصة مشهورة جدا، الله أعلم بصحتها، لكنها مش يعني جدا مشهورة، أن اليهود هم الذين حاولوا نبش القبر في عصر نور الدين الشهيد، وحفروا نفقا ليصلوا إلى القبر الشريف. فاليهود يحاولون إخراج قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوهابية يحاولون إخراجه. لماذا؟ تعظيم لا يوجد، القلوب خالية من المحبة. هل تستطيع أن تنظر؟ والله العظيم يعني لا، كيف حقيقة يعني كما اقرأوا أبيات البوصيري رحمه الله، اقرأوها حينما وقف أمام الحجرة الشريفة: ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء، وقرأنا السلام أفضل خلق الله من حيث يسمع الإصغاء، ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه. لاحظ كيف يعظم المحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ كيف يتعامل أهل الجفاء. يرى أن حكم الله تعالى هدم القبة التي تعلقت بها قلوب المسلمين حبا برسولهم، ويرى أن إخراج الجسد الشريف من القضايا الشرعية، ولكن يمنعه سدا للذرائع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ونسأل الله لهم الهداية والحب لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.